فاكر إني لوحدي، كنت فاكر مفيش حل لحد ما جربت الطريقة دي، وكل اللي جربوها قالوا نفس الجملة: ليه معرفتهاش من زمان؟ أهلا بالأصدقاء. من نزول قصة آدم مع العادة السرية وأنا جالي تعليقات كتير جدا إنهم عاوزين فيديو بيتكلم عن رحلة للتغير من العادة السرية، ومن تصويتاتكم في المنتدى لقيت التصويت مكتسح ب 88%. فعشان كده أنا جايب لكم أقوى الخطوات اللي لو مشيتوا عليها فعلا صدقوني هتستنوا بخصم عامل زي العادة السرية. وما تنساش لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا، وتعمل اشتراك للقناة عشان هتستفاد جدا. فيلا بينا نخش في الموضوع. تسريب للحظة في حياة كل واحد فينا، اللحظة اللي بيبص فيها لنفسه في المراية وسايب المية شغالة، مش عشان بيغسل وشه، لا، عشان صوت المية يغطي على اللي جواه. اللحظة دي بيبقى فيها صمت غريب، مش صمت المكان، لا، ده صمت الروح. ووسط الصمت ده بيجي صوت جواك يقولك انا فاشل، ماليش لازمة. ليه كل مرة بوعد نفسي وارجع؟ ليه حاسس اني لوحدي؟ بس اسمح لي اقولك انت مش لوحدك، انت واحد من ملايين من شباب بيصارعوا نفس الحاجة، ومن قلوب بتنزف وهي بتحاول تكون انضف، ومن عقلك اللي بيتلخبط بين شهوة ووعد وصراع وندم. كان في شخص عادي جدا 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 وغير ملفت اطلاقا، بس جواه حرب محدش شايفها، بيتوجع من جوه. الولد ده اول مرة اكتشف فيها العادة السرية كان عنده 12 سنة بالصدفة، من صحبة سيئة بيتكلموا عن الموضوع ده، ومن يومها اتفتح باب جواه مش عارف يقفله، وبيخليه متألم كل يوم. كل يوم كان بيقول اخر مرة، وكل يوم يرجع. بس الغريب ان الولد ده هو انت او انا او هو اي واحد بيسمعني دلوقتي. الولد ده مش فاشل، الولد ده مجروح، لان محدش علمه يعني ايه طاقة ويعني ايه مقاومة. محدش فضل يواسي فيه اثناء وجعه وهو تايه جدا. قابلت ناس كتير جدا بيحاولوا يبطلوا العادة السرية، واحد بيصلي كتير، وواحد بيجري، وواحد بيشتغل 12 ساعة عشان يلهي نفسه. دول اشخاص مجتهدة وحابين التغير. وواحد قال لي انا بقالي سنتين ما وقعتش، بس كل يوم ببقى في اختبار. وواحد تاني قال لي انا في الاسبوع الاول بس بفكر فيها كل ثانية. الاتنين دول متشابهين لكن كلهم بيجتمعوا في كلمة واحدة: بيحاولوا. وانت كمان بتحاول، وده في حد ذاته بطولة. في احساس بالذنب بيدمرك من جوه، بتحس انك شخص مش نضيف، بتكره نفسك. بس استنى، هل العادة السرية غلط؟ هل بتأثر على جسمك ونفسيتك؟ اكيد. بس هل هي دليل على انك انسان وحش؟ لا. العادة دي مش تعريفك، مش هويتك، هي مجرد تصرف غلط بتكرره. وده بيحصل لكل بني ادم بيغلط ويتعلم. محدش بيطلع يقولك انا كنت مدمن عادة سرية. ليه؟ عشان المجتمع بيحكم بسرعة، عشان الناس بتنسى اننا بشر بنغلط عادي. بس اللي بيعدي من التجربة دي بيخرج منها اقوى، بيطلع منها حكيم، فاهم الضعف وفاهم الاحتياج، وبيقدر يتعاطف مع غيره. وده اعظم نوع من القوة. عايزك تتخيل دلوقتي في شاب في السعودية فاتح يوتيوب بالليل وبيبكي، وفي واحد في مصر بيكتب في دفتره انا فاشل وبيكتم صوته، وفي واحد في العراق بيصلي الفجر وهو قلبه بيوجعه من الندم. انت مش لوحدك، انت في وسط جيش من الناس اللي بتحاول، جيش صامت بس قوي جدا. خليني اقول لك على حاجة اخيرة من المستقبل: بعد 3 شهور هتبص لنفسك وتقول انا قدرت اتحكم. بعد سنة هتنسى طعم الذنب، وهتبقى انت الشخص اللي بيساعد غيره. وهتبقى عارف انك يوم ما حسيت انك لوحدك كنت محاط بقلوب بتحبك، ونفس لسه مكمل، وربنا عمره ما بعد عنك. كان فاكر انه خلص، اقسم ووعد وكتب في النوتة اخر مرة خلاص. قفل الموبايل، مسح اي حاجة تخص العادة، وقعد على السرير ولا انا اتغيرت. بس بعد كام يوم رجع، بس ما كانش ابدا بان اراته ضعيفة ولا لانه وحش، بس لانه في حاجة جوانا كلنا اسمها الفراغ. الفراغ مش بس وقت فاضي، الفراغ ممكن شغلانة مش بتحبها، صحاب مش فاهمينك، بيت مليان ناس لكنك حاسس انك لوحدك لان محدش فاهمك. وبيجي الليل وكل حاجة كانت شغلة وقته بتختفي، وتلاقي نفسك قدام نفسك، ومن كتر الوحدة بتفتكر انك محتاج حاجة تملى اللحظة دي، وتلاقيها فعلا. وهي اول حاجة بتيجي في دماغك هي العادة. بس ليه العادة بالذات؟ عشان بتديك شعور فوري وسريع بالراحة، حتى لو شعور مزيف. جسمك مش محتاجها بس عقلك متعود. العقل البشري غريب جدا، بيسجل كل حاجة بتمتعك انت ويحطها في خانة الامان، حتى لو العادة دي بتدمرك بعد ما تخلص، زي العادة. وعشان كده اول ما بتحس بالتوتر او بضغط او وحدة، عقلك يقولك ارجع للحاجة اللي كانت بتخليك مرتاح، حتى لو بعد الراحة دي بتيجي لزقة ندم مميتة. الضغط مش لازم يكون موقف كبير على فكرة، ولكن ممكن يكون تراكم صغير مع الوقت بقى حاجة كبيرة، زي انت ما بتصليش او امتحان قرب او حوار بتأجله. اي فكرة بتخليك تتقدم وانت مش عارف تعمل حاجة، تفتكر نفسك ماشي تمام بس اللاواعي شايل. واللاواعي ده هو عقلك الباطن، بيخزن اي حاجة، والفكرة اللي بتكرر بياخدها على اسلوب حياة. ولما يتزنق او يزهق يقولك هو بيصرخ روح للعادة، وفعلا بتروح.
لماذا يا عزيزي المشاهد؟ هل انت مدمن ولا انت بتدور على حاجه بتهربك من الواقع؟ هل فيك حاجه بايظه ولا المجتمع هو اللي عمره ما سمعك؟ هل فيك شر ولا فيك وجع ملوش مكان يخرج فبتطلعه في صوره حاجه بتريحك زي العاده؟ مره واحد قال انا مش بعمل كده علشان بحب العاده، انا بعمل كده علشان عندي طاقه حب عاليه. كبت الطاقه. انت ممكن تكون انسان عندك طاقه حب او شغف او حركه او ابداع، بس مش لاقي حاجه تخرج هذه الطاقه، فتوجه الى اسرع واسهل مهرب ومخرج، والمخرج ده بيقفل عليك اكتر فاكثر. وكلامي هنا عند العاده. السكوت مش غلطتك، بس السكوت مش علامه ضعف، السكوت هي علامه انك بني ادم، وانك بتدور على نفسك وسط زحمه الحياه. السؤال الحقيقي هو انك مش ليه رجعت، السؤال هتعمل ايه دلوقتي. انت مش فاهم نفسك، كل مره بتقع وتقول اخر مره وترجع تقع تاني. ليه؟ لانك كل مره بتقع مش بتفهم الوقع، بتلوم نفسك بس وتكتئب. ما دورتش قبل كده تغير عقليتك اللي هتغيرك، وبعد كده تكتئب تدخل في دايره جلد الذات. بس مش بتسال السؤال الاهم، هو انك ليه وقعت المره دي بالتحديد. الوقوع على فكره مش بيجي فجاه، بيبدا قبلها بلحظات. من ساعه ما اتكسرت جواك كلام ومعرفتش تقوله، من يوم ما حسيت انك مش محبوب، من اول لحظه سبت فيها لنفسك الباب يتفتح للصوره او الفكره او الشعور. في حاجة اسمها الزحف العقلي، مش بتقع وانت قوي، بتقع وانت منهك وخايف وفاضي. الوحدة مش معناها انك لوحدك، الوحدة معناها انك مش قادر تعبر عن اللي جواك لأي حد، حتى أقرب الناس ليك، فتكتم وتكتم وتكتم وفي الآخر تفرغ الطاقة دي في العادة. تخيل معايا واحد رجع من المدرسة محدش سأله انت عامل ايه، قاعد لوحده دماغه فيها دوشة والهدوء بيخوفه، بيفتح الموبايل يقلب شوية يشوف صورة في التانية وبعدين يقع. مش علشان هو مش كويس، بس علشان محتاج حد يقول له انا فاهمك، بس ما فيش حد بيقولها. اغلب من بنين العاده محتاجين للدفء، بيدوروا على معنى، على حضن نفسي، وكل ده مش لاقيينه، فبيدوروا على اي حاجه تعوضهم حتى لو لثواني. بس المشكله مش في اللذه، المشكله ان اللذه دي بتاخدك وبعدها تسيبك اكتر وحده من الاول. دايما بقول السكوت مش نهايه، لكن كتر السكوت بدون فهم بيتحول معاك لعاده، وبيحطك في دايره كل ما تخرج منها ترجع لها. بس لما تبدا تلاحظ انا ليه وقعت، كان في ايه مضايقني قبلها، ايه كان ناقصني وما لقيتوش، ساعتها الدايره بتتفتح والنقطه اللي كنت بتقع منها ممكن تتحول لبدايه صعود. فكلامي هنا وهو انك دايما لاحظ نفسك وبص وحلل تحركاتك قبل ما تبدا العاده، ودايما شوف نقاط ضعفك وخليه محل قوه، وابحث كتير واعرف انا ليه وقعت في النقطه كذا. وطبعا من اهم الحاجات انك تقويها وتخليها في يومك وهو انك تصلي. والله اول ما تبدا تتقرب من ربك كل حاجه هتتحل. ودايما تدعي، وربنا عمره ابدا ما بيخذل حد في الحياه.